ليه صوتي مش زي صوت المطرب الفلاني؟ وليه مش بقدر أجيب الجوابات زيه كده؟ ده سؤال بيتسأل لي كتير جدا وبيتكرر كتير جدا معايا، وانا عايزه اقول لكم واعرفكم حاجه مهمه جدا. انا يور فويس كوتش دكتور نجوى ابراهيم. بصوا يا جماعه، كل واحد فينا عنده طبقه صوت مختلفه، وهتكلم عن الطبقات الصوتيه بالنسبه للرجاله وللسيدات في فيديو قريب جدا باستفاضه عشان نفهم اكتر مع بعض. بس اللي عايزه اقوله دلوقتي ان بصمه الصوت زي بصمه الايد، مفيش اتنين زي بعض، وكل صوت مختلف عن التاني في طبقة. ممكن أغنية تبقى عالية على صوت وتبقى واطية على صوت تاني خالص، والكلام ده بالنسبة للرجالة وللسيدات. وده مش معناه أبدا إن صوتك مش حلو أو إنك مش قادر تغني، ملهاش علاقة خالص. اللي عايزة أقوله إنك تعرف حدود صوتك إيه، يعني أوله فين وآخره فين، واختار أي أغنية في الدنيا وغنيها بطبقتك أنت عشان تكون مرتاح وأنت بتغنيها وبس. المطرب الفلاني غناها بطبقته هو، لكن انت تقدر تغنيها بطبقتك انت عادي جدا، وساعتها هتطلع حلوة قوي، لان صوتك هيبقى مرتاح وطبيعي. الموضوع مش مسابقة ولا مين يقلد مين، الموضوع فقط انك تكتشف طبقة صوتك وتشتغل عليها. وبإذن الله الفيديو اللي جاي هجيب أمثلة عملية أكتر وأنا بتكلم عن طبقات الصوت، وتسمعوا مطربين مختلفين عن بعض عشان تعرفوا فرق الطبقات. ويلا مستنية أسئلتكم عشان أجاوب عليها. باي.